اقوى من الكابتن محمود الخطيب ان هو ياخد القرار ده، حتى لو هو مش طايق سيد عبد الحفيظ. ده لو تسع اعضاء مش عايزينه والكابتن الخطيب عايزه، خلاص عايزه. ده راجل ناجح. طب انت ما مشيتوش ليه السنه اللي فاتت لما اخفق في افريقيا و2 دوري ورا بعض؟ لما يمشي في الوضع ده طبيعي، وانا قلت الكلام ده. قلت مع هنا في البرنامج بتاعنا ده، قلت غير العتبه. حصل يا كابتن محمود، غير العتبه بقى وسيد عبد الحفيظ يريح شويه، لان اخفق السنه دي والسنه اللي فاتت 2 دوري صعب جدا على النادي الاهلي. حصل وخسر بطوله افريقيا. يبقى انت مستني ايه؟ وتمسك الراجل ومسك فيه وفرضوا على الدنيا كلها. تيجي وهو واخد البطولات دي وعامل انجازات دي السنه دي ويمشي؟ لا، في لغز ولغز كبير، وانا لو مكانه ما اروحش. لو مكانه ما طبعا دي كرامه، لان انا مشيت بشكل مهين. انا بقول لك اقعد معاه. بلاش كلمه مهين، لان سيد اكبر من ان حد لا مهين يعني بص انت شكل مفاجئ. لا معلش انت قولها زي ما انت عايز. ماشي. الاهلي كسبان والدنيا اصله ماشي بشكل مهين. ليه الخطيب ضربه بالقلم وهو ماشي؟ مشاه بالشلوت؟ ما كفايه ضحك يا جماعه. وفروا الناس زي الشغله طول عربيه تنشكر، عربيه حلبسه حتى. فلوس زيزو دي تجيب 4 لعيبه تبني عليها فرقه تاني. واخد بال حضرتك؟ زيزو كان موجود بيلعب لوحده، والله لو قعد 100 سنه ما هيجيب بطوله. انما انت لما يكون 4 5 مع وجود شيكابالا، مع وجود مثلا الجزيري، مع يعني تلصم. ده الصفقات اللي جت ما ساعدتوش كمان يا كابتن. انت فاهم؟ لا هات بقى، ما انت هتبيعه فكوا ب4، ال4 دولت هات 2 على مستوى عالي من بره و2 على مستوى عالي من جوه. يعني انت كنتوا بتتكلموا مثلا في امام عاشور، صح؟ طبعا امام عاشور الفتره اللي جايه دي هيفيد النادي الاهلي، بس لو التزم. بس انا كنت شايف بفلوس امام عاشور دي تفك 4 لعيبه و4 لعيبه على اللعيبه اللي هي بيقول لك ايه من العيار الثقيل اللي هو مهند لاشين. كابتن رضا الكلام ده اتاخر خلاص. لا خلص. انا بكلمك اللعيبه كل فرقه سكنت اللعيبه بتاعتها. يا حبيبي انا بكلمك لما انا بدل ما اجيب امام عاشور ب3.5 مليون دولار، هو دلوقتي مهند لاشين ومحمود مرعي اللي النادي الاهلي كان عايزه وبوبو والكلام ده، لو كان جاب اللعيبه دي كان هيدفع 3 مليون ونص دولار. يا راجل ده محمد رضا بوبو لوحده ب50 مليون. بعدين يقول لك اصل عايزين نعوض بن شرقي وطارق حامد، مكانه ملط مع الزمالك وما خدوش حاجه برضه. ما كفايه ضحك.